أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا آذان. إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني. لو كنت أعمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني. تغلي قلوب. وهذا يسأل يقول أنه بعض أحيانا إذا خرج من الجامعة يجد بعض من يوصله، أحيانا يوصله سلفي وأحيانا يقع في خالفي، فيسمع منه الطعن في مشايخ السنة وعلماء السنة والتعريض بهم والتصريح بالدعوة إلى منهجه الفاسد. ما دمت كذلك فأنت بين أمرين: ما أن يكون عندك قدرة وقوة في العلم ومعرفة وفهم فبين له ورد عليه، وضح له. قد يكون هذا جاهل، فإذا رأيت منه العناد قل له نزلني هنا، لا يسمع ولا يدخل في قلبك شيئا من الزيغ والفتان. وأشد من ذلك هذا انحراف في دين الله، وأشد من ذلك يجب عليك أن تعلم أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وإذا تكلم في علماء الإسلام وحملة السنة العظام بالباطل وأنت لا تقدر أن تدفع أثمت، شاركته. فلا تقدم دنياك ومصلحتك الدنيوية على الدين يحملك للبيت. والله لو أمشي حافي ما سكت على مثل هذا المبطل في النهار، ما ركبت معه. والله سييسر لك ويهيئ لك ويغنيك عنه. نعم.